ازيكم عاملين ايه؟ وحشتني جدا جدا من الفيديو اللي فات. كل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى سعيد علينا جميعا يا رب. انا عارفه ان انا بقالي فتره كبيره متاخره عليكم مش بنزل فيديوهات، بس فعلا انا اخدت الفتره اللي هي بتاعه العيد وقبل العيد دي كلها درجة الحرارة مرتفعة جدا وكمان ضغط واطي، فيعني أنا مقضية العيد بتاعي في السرير، فما كنتش موجودة معاكم في العيد. بجد زعلانة إن أنا فات عليا حاجات كتير أوي كنت عايزة أشاركها بقى معاكم، تنظيفات العيد بقى وليلة العيد والكلام ده، بس يلا حصل خير إن شاء الله متعوضة. عايزة أقول لكم إن أنا كنت في العيد كده بروق ترويقات خفيفة كده. اي نعم البيت كان نظيف وكل حاجه، بس مش زي ما انا كنت عاوزه، مش ترويقه العيد اللي انا عاوزاها. غسلت السجاد ما قدرتش ان انا افرشه، فرشت بس حافظات كده وحاجات خفيفه. عملت للولاد شويه حلويات برضو خفيفه كده. يعني بقى بصوا، عايزه اقول لكم بقى ان انا خارجه من دور التعب ده، عندي كميه نشاط، عايزه بقى اعوض اللي انا ما عملتوش في العيد. بالنسبه بقى لهدوم الشتاء ده، انا كنت اصلا يعني المفروض متاخره من ان انا اخزن الشتوي واخرج الصيفي. انا عملت دولاب الاطفال، كل الدواليب بقى اللي في البيت كله انا عملتها، بس سبت دولابي للاخر. لما جيت تعبت بقى وجالي دور السخونيه ده، بقيت محتاجه الهدوم دي كلها. عايزه اقول لكم ان انا كنت بلبس البيجامه قطيفه تقيله فوقها عبايه، وممكن كمان عبايه من كتر شده الحراره اللي عندي، وكمان فوقي بطاطين، ومحتاجه الهدوم دي كلها. فقلت لا، انا هسيب بقى الهدوم دي لحد ما الدور ده يخف عندي، وارجع اغسلها كويس كده واخزن. وبالفعل ده اللي حصل. شلت الهدوم الشتوي بقى كلها بعد ما اتغسلت كويس كده وتعطرت، وكمان طبقت مكانها الصيفي. وكان عندي بقى ملايتين ثلاثه كده برضو طبقتهم في الضرفه بتاعتهم. وتعالوا نشوف بقى حماتي الله يبارك لها بعتلي ايه. دي تربيه، يعني تربيه بيتي في حماتي اللي عاملاها. هي دايما كده كل ما بتربي فراخ بتبعت لي منها يعني. بسم الله ما شاء الله طعمها جميل جدا. طبعا التربيه البيتي يا بنات غير اللي بتبقى جايه من المزارع وجايه من بره، وانا هوريكم الفرق دلوقتي. طبعا احنا خارجين اصلا من العيد واكلين لحمه كده، ويعني بصوا زهقنا من كتر اكل اللحم. فجت حماتي بقى ادتني الفرخه ديت، قلت لا اغير بقى يعني من لحوم للحوم برضو، بس يعني الفراخ اخف شويه. المهم بقى وما كانوا عايزين ياكلوا بطاطس في اللحمه، ما كنتش عملتها من قبل العيد، فقلت لهم يلا فرصه بقى. تيتا بعت لنا الفرخه فريش، وانا بصراحه يعني بستخسر ان الحاجه تبقى فريش عندي واحطها في الفريزر من غير ما اطبخ منها كده وهي لسه طازه كده. يعني بحس ان هي بتبقى مغذيه اكتر كده، وان انا اقدر استفاد منها من القيمه الغذائيه بتاعتها اكتر ما بتتحط في الفريزر. فانا قلت فرصه بقى، الفرخه جت لنا طازه، انضفها بقى واعمل لهم صينيه البطاطس بالفراخ اللي هم كان نفسهم ياكلوا، بدل ما هطلع يعني فرخه مجمده ودي ترجع تتجمد، فكده انا فقدت القيمه الغذائيه بتاعت الفرخه دي. لا، انا قلت يلا وهي طازه كده هعملها لهم على طول، وبعد كده ابقى اخرج من اللي في الفريزر. بصوا بقى يا بنات، لحمتها ورديه جميله جدا، وكان طعمها مسكر جدا جدا، وحسبي الله ونعم الوكيل. فاصحاب المزارع والناس اللي ما عندهاش ضمير، اللي بتربي فراخ وبيقعدوا يحقنوا الفراخ بمنشطات وحاجات بتاذي صحه الانسان وبتاذينا كلنا، انما التربيه البيتي بتفرق فعلا. يعني حتى لو الفرخه بتاعتك تعبت مثلا وحطيت لها ادويه، فانت بتحطي حاجات انت عارفه مصدرها ايه، مش حاجات هتاذيكي. وعاوزه اقول لكم ان حماتي كمان الله يبارك لها من النوع اللي مش بتحط ادويه كتير بتاعه الفراخ وكده، لا هي بتحط الادويه بتاعه الاطفال. يعني مثلا الفراخ لا قدر الله عندها اسهال، بتجيب لها دواء الاسهال بتاع الاطفال، بتجيب حاجات يعني ما تضرش. فبسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب. عاوزه اقول لكم بقى ان المحلول اللي انا نقعت فيه الفرخه ده ملوش حل، عباره عن شرايح برتقال انا كنت مخزناها من الصيف، وكمان شرايح بصل، وكمان شرايح ليمون. ويا سلام بقى لو كان عندي عود قرفه كده، بس انا ما كانش عندي بصراحه، فحطيتها قرفه بودر. كمان حطيت رشه ملح. وفايده الفلفل الاسود بقى يا بنات هنا ملهاش حل. انا ليه بحط فلفل اسود؟ اولا ريحته قويه جدا على الزفاره. ثانيا عارفين الريم اللي بيبقى تحت جلد الفرخه ده، الفلفل الاسود بيمسك في الريم، فببقى سهل عليا ان انا اخرج الريم ده بالفلفل الاسود كده تحت الحنفيه وانا بشطف الفرخه كده للمره الاخيره بعد ما بكون نقعتها في المحلول ده. يعني عاوزه تنقعها من بالليل عادي، عاوزه تنقعيه من قبلها ب3 4 ساعات براحتك على حسب الوقت المتاح عندك، لكن طبعا لو من بالليل افضل. وممكن كمان لو ما نقعتهاش من بالليل عادي، لان احنا هنرجع نحط الفرخه دي في خلطه تانية، ممكن ابقى انقعها فيها من بالليل. يعني ممكن تفضل الفرخه في المحلول ده ساعتين 3 4، ممكن مثلا احطها في التلاجة واروح مدرستي وارجع، ممكن ابيتها فيها من بالليل. لو انا مستعجله بقى ممكن انقعها فيها ساعه او ساعتين، ده على حسب الوقت المتوفر عندك. عاوزه اقول لك بقى انت بتخرجي الفرخه دايبه دوب. نسيت كمان اقول لكم ان انا ضفت على المحلول ده نص كوبايه خل.
يلا بينا بقى نجهز التتبيله اللي هنتبل بيها الفراخ بتاعتنا. في البدايه كده انا كنت هبشر البصل، بس بصراحه البصل جديد وعاوزه اقول لكم ان هو حامي جدا، فوجع لي عيني كده وبصراحه ما كنتش مرتاحه فيه وانا ببشره. فقلت لا خلاص بقى، انا دقيقه او هفرمه في الكبه، مش هياخد مني وقت ومش هقعد اعيط وانزل الدموع دي كلها. عشان كده رحت فرمته في الكبه زي ما احنا شايفين. ولو تلاحظوا بقى عنده صباع مش عارفه امسك بيه اي حاجه خالص. الصباع ده كان مجروح من عندي من زمان، يعني من قبل العيد بشهر او اكتر كمان. السكينه كانت لسه جديده حاميه، قطعت لي صبعي، ولحد الان صبعي معجزني خالص، مش عارفه المس بيه اي حاجه، لان هو كان في مكان حساس يعني، وكانت الجرح عميق يعني. فلو تلاحظوا ان انا في عندي صباع كده مش عارفه احركه خالص ومش عارفه المس بيه اي حاجه، فاعذروني بقى على المنظر ده. بعد ما فرمت البصل ضفت عليها كده نص معلقه صغيره كده من هريسه الشطه. طبعا هي حاميه فانا ما كترتش يعني. بالنسبه للبهارات بقى، فانا حطيت نص معلقه صغيره من البابريكا، وزيها من الفلفل الاسود، وكمان بهارات فراخ، رشه صغيره كده من السبع بهارات ممكن تستغني عنها، كمان رشه كاري، وكمان ضفت معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من السكر. كده كده اصلا انا نقع الفراخ بتاعتي في ملح، وهرجع احط عليها ملح تاني وهي في البطاطس. هجيب بقى الفراخ بتاعتي وهنقعها في كل الخلطه ديت، هقلبها كويس عشان الخلطه دي توصل للحمه كلها، وكمان بجيب السكينه وبقعد انغز فيها كده عشان بحس انها تستوي بسرعه، وكمان الخلطه دي تتغلغل كده جوه انسجه اللحمه ديت وتشرب كده وتشبع منها. عاوز اقول لكم بقى ان انا في الوقت ده ممكن ان انا اعمل الخطوه دي من بالليل واغلفها كده واحطها في التلاجة مستعجله قبلها بساعه او اتنين. وعاوز اقول لك ان كل ما بتخلي الفراخ في الخلطه ديت كل ما بيبقى طعمها اجمل وبتديكي نكهه كده اجمل واحسن ما بتعمليها على طول من غير ما بتنقعها فيها. بس انا بصراحه بحب ان انا اعملها اقل شيء 3 4 5 ساعات كده، تفضل في التتبيله دي، بتديني طعم تاني خالص، سواء بقى كانت في الشاوي او حتى لو في صينيه بطاطس بالفراخ. وعاوزه اقول لكم بقى ان انت لو عينتها زي ما هي كده وغلفتيها وحطيتها في الفريزر تطلعها على الاستخدام على طول، بتنفعني جدا خصوصا في ايام الشغل. باجي من بره او ببقى مثلا مخرجاها قبل ما بخرج اروح المدرسه، اجي الاقيها فكت احطها على طول في التتبيله بتاعتها، او اشوف لو هشويها احطها في صينيه بطاطس. المهم ان هي بتنفع جدا في وقت الازمات ووقت الشغل، بتبقى منقذه كده وسريعه، وكمان في رمضان برضو. فيعني الحاجات دي كلها اعملها معاكم ان شاء الله في فيديو، هوريكم ازاي ان انا بجهز الاكلات السريعه دي وبحطها في الفريزر، بتنفعني وانا راجعه من شغلي، وكمان بتنفعني في اوقات رمضان. يلا بينا بقى نجهز التسبيكه بتاعت صينيه البطاطس. انا واخداكم معايا خطوه بخطوه من اول ما ذبحت الفرخه لحد ما هناكل كمان البطاطس مع بعض. هجيب طماطمتين كبار وكمان بصلايه كبيره كده. عايزه اقول لكم ان الطماطم دي كانت بادئه كده تطيب عندي كده وتستوي شويه في التلاجة، فخرجتها. هفرم بقى الكلام ده كله في الكبه، وهجيب شويه فلفل اسود وكمان شويه ملح وكمان شويه كزبره ناشفه. بطاطس في الفرن معروف على طول الكزبره الناشفه بتديها طعم تاني. معلقه كبيره كده من صلصه الطماطم، وهقلب كل الكلام ده مع بعضه. عاوزه اقول لك ان الكزبره الناشفه بتنقل البطاطس في حته تانية خالص، طعمها بتخلي ملوش حل. المهم هزود بقى كمان شويه صلصه كده، حسيت ان الطماطم مش حمرا كفايه، الطماطم بتاعتي ما كانتش حمرا قوي يعني، فحابه التسبيكه بتاعتي تكون حمرا شويه، عشان كده زودت عليها شويه صلصه. هظبط بقى الملح بتاعي، مش هكتر بقى ملح لان ضفت شويه كمان على الفرخه وانا نقعها في المحلول بتاعها، وكمان زودت ملح برضو على التتبيله اللي انا نقعت فيها الفرخه، فيعني ايه شويه ملح صغيرين كده بس اظبط الطعم بس. المهم بقى في الوقت ده انا كنت جهزت التسبيكه بتاعتي، سبت بقى البطاطس اللي انا اقطعها اخر حاجه عشان ما تسودش معايا. قشرت البطاطس وهبدا بقى اقطعها لقطع كده او طرنشات. طبعا انا بكبر التقطيع شويه عشان تستوي مع الفراخ، يعني البطاطس ما تكونش رقيقه عشان ما تتهريش قبل الفراخ، لا انا مظبطه كده التقطيع بحيث ان هما الاتنين يستووا مع بعض. يعني البطاطس حلوه قوي اليومين دولت ورخيصه، فانا عندي كميه كبيره من البطاطس بصراحه، والبصل كمان برضو اليومين دولت يومين التخزين بتوعه. اللي ما لحقتش تخزن بصل بقى تلحق تخزن يلا. وانا ما كنتش راضيه اخزن بصراحه الايام اللي فاتت، لان هو كان لسه خارج من الارض وشارب ميه كده، وبيبقى يعني اقل كميه فيه بتوزن، فانا صبرت شويه كده قلت على ما يبدا ينشف شويه وخزنت الحمد لله. عاوزه اقول لكم ان البصل اللي انا قطعته منه في اول الفيديو ده مش هو ده اللي انا مخزنه منه، لا ده جديد، فعشان كده شارب ميه يعني وحامي كده شويه. لكن البصل التاني ناشف شويه عن ده، يعني انا بفضل ان البصل الناشف مش بيوزن كتير وما بيبقاش شارب ميه كده، وكمان انا بستناه لحد ما سعره يبقى مظبوط، يعني اللي هو مش غالي ومش رخيص، يعني مش بصبر لحد ما بيغلى. بجيبه هو في موسمه كده، بس بصبر لحد ما بينشف شويه. المهم بقى في الوقت ده كنت قطعت البطاطس كلها. هسوي البطاطس بتاعتي في الطاجن البايركس ده، هحط البطاطس وبعد كده هجيب التسبيكه بتاعتها او الصلصه بتاعتها هحطها عليها، وهخرج كمان الفراخ اللي احنا نقعناها في التتبيله بتاعتها في التلاجة، وهبدا كمان اضيفها هنا على البطاطس وعلى الصلصه. عاوز اقولك في الوقت ده ان الفراخ كانت فضلت مسافه كبيره في التلاجة في الخلطه بتاعتها، فخارجه كده دايبه كده
وشاربه من التتبيله بتاعتها. عاوزه اقولك ان انا مقطعه الفرخه دي 8 قطع، يعني قطع متساويه حلوه كده، تقدر ان هي تستوي مع البطاطس، ما تكونش اكبر من حجم البطاطس، البطاطس تستوي قبل. فعشان كده انا زي ما قلت لك قطعتها 8 قطع. الحته الصدر الكبيره دي حسيت ان هي كبيره شويه فخرجتها بره، شقيتها كده من تحت 2، يعني قسمتها 2 كده بحيث ان هي ايه تستوي بسرعه برده، ما تبقاش كبيره في السوا او تستوي بعد البطاطس. لا انا عاوزه القطع اللحمه تستوي كلها مع بعضها كمان مع البطاطس، يعني ما تتهريش البطاطس، ما تتهريش قبلها. عاوزه اقول لكم كمان ان الفرخه بسم الله ما شاء الله كبيره، يعني الطاجن زي ما احنا شايفين مليان ما شاء الله، بالهنا والشفا على اكل منها يا رب. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كده كمان مع الفراخ، وهخلي كده الفراخ يعني التسبيكه بتاعتها توصل للفراخ من كل ناحيه. هقلب بقى البطاطس كمان نفس الحكايه، وبعد كده هزود نص كوبايه ميه صغيره وهنساها بقى وارميها في الفرن. انا ليه بزود نص كوبايه ميه صغيره؟ انا عارفه ان الفراخ هتنزل ميتها وكل حاجه فيها، مش هتبقى محتاجه تتزود، بس انا مش عاوزه افتح عليها غير وهي مستويه خالص، مش عاوزاها تتحرق. كمان الطاجن البايركس ده ممكن الحاجه تتحرق من تحت بسرعه، فانا محتاجه ان انا ازود شويه ميه عشان الفراخ ما تتحرقش مني ولا البطاطس. عشان كده زودت نص كوبايه ميه صغيره بس، وهرميها بقى واسيبها في الفرن، مش هفتح عليها غير بعد ما تستوي. مش هقعد كل شويه ابص عليها اتحرقت لا ما اتحرقتش لا. المهم ان انا هجيب بقى ورق الزبده ده، هغلف بيه الاول قبل ما احط الورق التاني اللي هو الفويل. الورق الفويل طبعا ما ينفعش ان هو يكون ملامس للاكل، بيكون مضر، فلازم قبله الاول بعمل عازل كده من الورق الزبده ده، وبعد كده ادخلها الفرن. وبعد ما استوت بقى عاوزه اقول لكم ان الريحه بتاعتها قلب البيت كله، ريحه الفراخ فعلا ملهاش حل لا تقاوم. مستويه سوا مظبوط، مش محروقه، فيها شويه صوص كده حلوين قوي، بحب الفراخ مع البطاطس كده يبقى فيها شويه صوص كده او شويه شوربه. عاوزه اقول لكم ان الحرق اللي في الحروف بتاعه الطاجن ده مش حرق في السوا، لا هو بس الطاجن كان كبير شويه، فهو بيغلي خرج شويه ميه كده او شويه شوربه على الحروف، فده اللي عمل الحرق ده. لكن الفراخ مستويه جدا، هتشوفوها معايا دلوقتي مش محروقه. عملت بقى شويه رز بشعريه كده، وتعالوا بقى شوفوا الجمال، شوفوا بقى البطاطس مستويه خالص، مش مهريه، يدوب كده مستويه مع الفراخ. تعالوا بقى نشوف الفراخ كده برده مستويه سوا مظبوط، مش مهريه برده، جميله جدا ودايبه دوب. عاوزه اقول لكم بقى ان نص معلقه هريسه الشطه وكمان شويه الكزبره الناشفه مع شويه البهارات اللي احنا حطيناهم مدين طعم للبطاطس وكمان الفراخ رهيب. ده بقى شويه الصوص اللي بقول لكم عليه، مش بحب البطاطس تبقى ناشفه، محتاجاها بس فيها شويه صوص كده. لو انتي بتحبي تنشفي البطاطس سيبيها كمان 5 دقايق في السوا، هتنشف خالص ومش هتعمل معاكي اي صوص او اي شوربه من دي. انا عن نفسي مش بحبها ناشفه، بحبها كده بصراحه طعمها لا يقاوم. كنت ممكن برضو احمر وشها شويه كمان في الفرن، لكن بصراحه كانوا مستعجلين على الغدا، فانا استعجلت كده وخرجتها على طول من الفرن وغرفت لهم الاكل واتغدوا. عاوزه اقول لكم ان انا يوم النهارده كان بسيط جدا، روتين سهل وبسيط كده بقى على ما نرجع نعيد نشاطنا وحيويتنا تاني بعد دور التعب ده. عاوزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله ربنا يجعل ايامنا كلها عيد وسعاده وفرح يا رب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.